رسالتي لأخواتي اليمنية اللي عاد تنجتني تدخلين يفتحين بث يكفينا معنا 5 أو 6 ضفعات قد غطينا الفراغ، فلا عاد تدخلين في هذا البث، تضيعين أنفاسكن وتفتحين القاف الناس عليكن وعلى أهلكن. والله لا يصلح عمرك إلى حد 30 35 40 سنة وما في أحد يتقدم لك. والله لا تكون تروحي مع أصحاباتك معهن أطفال بنات وجهاء زي القمارة وأنتي ما في معك زوج، لا تنزليها دموع، لا تبكي داخل الغرفة لو ما تنفجري. اعتبرين بالمشهورات الأولاء الذي تخلوا عنهن أهلهن وكل أقربائهن، وأصبحن يبكين في شاشة التلفون، يبكين يقولين ما حصلنا، يعني ما في أحد زوج معي، ما في، أحس إني وحيدة. اعتبرين، لا تصدقين المشاهير الذي يقولون في فلوس، هم ضاعوا، قد ضاعوا، قد انتهوا، ضاعوا في مستنقع من شدة ضياعهم، اختوا يضيعوا الناس وراءهم، يجروا الناس وراءهم. قصتهم في قصة إبليس، الله طردهم من الجنة فأراد يدخل البشر بعده. فهذا نصيحة من قلب محرق والله العظيم بين ما أشوف. والله ما في فائدة إنه ما غير ضياع، تضيعي نفسك وتفتحي القاف الناس عليك، لا عاد تقدري تروحي جامعة ولا تقدري، وإن معك ولد يتكلموا عليها الناس في المدرسة ولا بنت ويعيروه بك.